السلام عليكم أحبابي وأصدقائي، وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيع لنا ومشاركة في نجاحنا. نحن في انتظاركم ومشاركتكم. هل سألت نفسك لماذا لا ينتهي ماء زمزم؟ هل تريد أن تعرف الإجابة على هذا السؤال؟ حسنا، سأخبرك بإجابة مفصلة، ولكن عليك ألا تمل من طول الموضوع. كلنا نعلم أن موقع الكعبة الشريفة يقع في منتصف مكة، في موقع منخفض عن مستوى البحر، ولهذه الأسباب صدر قول من أحد الأطباء في عام 1971 أن ماء زمزم لا يصلح إطلاقا للشرب، ووضح قوله بأن ظروف الموقع وانخفاضه تجعل بئر زمزم عرضة لتجميع مياه الصرف الصحي في مكة. ولكن هذا الكلام صار مقلقا حين وصل الملك فيصل رحمه الله، وأصدر حينها قرارا على الفور بأن يأخذ عينات من هذه المياه، وأن ترسل هذه العينات إلى معامل أوروبية لاكتشاف مدى صلاحيات هذه المياه والتأكد من صحة قول الطبيب. يقول المهندس معين الدين أحمد الذي كان يعمل مهندسا في وزارة الزراعة والموارد المائية حينها، أنه تم اختياره لأخذ العينات التي سترسل للمعامل الأوروبية، ولكنه حين وصل إلى بئر زمزم ظل متعجبا ويسأل نفسه كيف هذا البئر أو هذه البركة الصغيرة التي لا يتجاوز طولها 18 قدما وعرضها 14 قدما أن توفر ملايين الجالونات ثانويا للحجاج منذ أن حفرت في عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام دون أن تتأثر أو تنتهي. وهنا خطر ببال المهندس معين الدين أحمد فكرة يعرف من خلالها ما مصدر هذه المياه الذي لا ينتهي، فقام الرجل بالاغتسال ثم نزل البئر ليقيس مدى عمقه، وكان العمق لا يتعدى كتفيه، وظل يبحث في جميع النواحي للبئر عن مصدر المياه ولم يجد، فقرر حينها أن يجلب مضخة كبيرة ويقوم بشفط المياه بشكل سريع من البئر، وحينها يتضح له مصدر المياه، لكن دون جدوى. فكلما كانت تقوم المضخة بالشفط كانت تتجدد المياه بنفس القدر الذي سحب، ولم يتمكن من ملاحظات المصدر، فاستعان حينها بشخص آخر للمساعدة وجعله يعمل بالمضخة وهو داخل البئر، وحينها شعر أن الرمال تتحرك تحت قدميه في جميع أنحاء البئر أثناء شفط المضخة، وأن المياه تخرج من الأسفل بنفس مقدار المياه الذي تقوم المضخة بشفطها، وبذلك لا يلاحظ أي فرق في منسوب المياه في البئر. وهنا قام المهندس معين الدين أحمد بإنهاء فكرته، وقام بأخذ العينات التي سترسل إلى المعامل الأوروبية، وبعدما تم تحليل المياه في المعامل الأوروبية ومعامل وزارة الزراعة والموارد المائية السعودية جاءت النتيجة متطابقة، فالفارق بين مياه زمزم وغيرها من مياه مدينة مكة كان في نسبة أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم، وأن المياه صالحة للشرب. ولعل هذا هو السبب في أن مياه زمزم تنعش الحجاج المنهكين، ولكن الأهم أن من مكونات مياه زمزم مركبات الفلور، وهذه المركبات تعمل على إبادة الجراثيم. وما نود الإشارة إليه أيضا أن من المعروف أن الفطريات والنباتات تنمو عادة في الآبار، حيث تجعل طعم المياه يختلف نوعا ما، ولكن العجيب أنها لا تنمو في بئر زمزم أي نباتات أو فطريات على الإطلاق. كما أن صلاحيات المياه في هذا البئر تعد معروفة على مستوى العالم، حيث إنه البئر الوحيد الذي يشرب وينتعش منه جميع الحجاج من مختلف دول العالم، ومنذ أن حفر البئر في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو لم ينقص أو يجف إلى يومنا هذا، فسبحان الله القادر على كل شيء. اشترك معنا في القناة ليصلك كل جديد ومفيد. إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك.